نجح الهلال في الفوز في ربع نهائي دوري أبطال آسيا على نظيره فولاذ الإيراني في مباراة استمرت صائمة عن الأهداف أكثر من 80 دقيقة حتى جاءت لحظة حسمها في الدقائق العشر الأخيرة، ونجح الهلال بالتسجيل في الدقيقة 87 عن طريق مهاجمه موسى ماريجا ليصل بالزعيم إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا حامل لقب دوري أبطال آسيا. بدأ المباراة محافظا على خطوطه من أجل التماسك أمام هجمات فولاذ، وتمكن رامون دياز في التحكم في أحداث المباراة، فبدأ الفريق بالتواجد في منتصف ملعبه لمنع تقدم أنصاري مهاجم فولاذ. لاعبو الزعيم قاموا بالسيطرة على خط الدفاع، فلم يجدوا للاعبي فولاذ أي مساحة للتقدم، وفي حال التقدم منعت التسديدتين الوحيدتين لهم على المرمى حتى استغل ماريجا تمريرة من وسط الملعب، في حالة من الإلهاء لخط دفاع الفريق الإيراني وترجمها إلى هدف قاتل في الدقائق الأخيرة ليصل للدور نصف النهائي. ومن المقرر مواجهة الهلال للدحيل القطري في قمة عربية منتظرة بنصف النهائي في محاولات الزعيم للحفاظ على اللقب الأحد المقبل. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.